ازيكم يا جماعة؟ النهاردة هنتكلم عن حلقة من أظلم حلقات بلاك ميرور اسمها شات اب اند دانس. حلقة مش بس مخيفة، لا، الحلقة دي هتعلمك ان أصعب كوابيسك ممكن تيجي من نفسك ومن أسرارك اللي انت فاكرها آمنة. وقبل ما نبدأ ياريت تشترك في القناة لو عجبك الفيديو، ويلا بينا نبدأ. أول مشهد بيبتدي بشاب مراهق هادي وخجول اسمه كيني، شغال في مطعم، فبعد ما بيخلص الشغل بيروح على بيته. وأول ما بيوصل أمه بتمشي وبتقوله ان هو يخلي باله على أخته ويقعد معاها لغاية لما هي تيجي. فبيقعد معاها شوية وبعد كده بيطلع اوضته وبيفتح اللابتوب وبيبحث على حاجات مش كويسة وبيبتدي يعمل حاجات غير لائقة قدام اللابتوب بتاعه. واللابتوب بتاعه بيكون مفتوح والكاميرا بتشتغل من غير ما ياخد باله. بعد كده كيني بيستلم ايميل غريب فيه الفيديو بتاعه وهم مصورينه، والرسالة مكتوب فيها نفذ اللي هنقولك عليه والا الفيديو هينتشر لكل الناس اللي تعرفك. كيني بيخاف جدا وما بيكونش عارف يعمل ايه، ودي أول لحظة بتجيلك فيها الصدمة النفسية إن إزاي سر صغير ممكن يدمر حياتك كلها. بعد كده بيبعتوله رسالة تانية وبيقولوله فيها إنه يخلي خدمة الموقع شغالة ويفضل فاتح تليفونه، ولما يجي الوقت هيقولوله يعمل ايه بالظبط، وبيقولوله ما تقولش لحد لأننا مراقبينك. وبيجي تاني يوم وكيني بيروح الشغل، وأول ما بيوصل بيبعتوله رسالة فيها عنوان وبيقولوله يروح العنوان ده خلال 45 دقيقة وإلا هينشروا الفيديو. فبيجري يركب العجلة بتاعته وبيروح، فبيوصل بسرعة وبيبعت لهم رسالة إنه وصل المكان. فبيجيله واحد راكب موتوسيكل وبيسلمه علبة وبيصور كيني وبيقول له هما اللي طلبوا منه يعمل كده، وبيسيبه وبيمشي. والناس دول بيبعتوا له رسالة بيقولوا له فيها وصل الطرد ده للعنوان، فبيروح عشان يوصله. فكيني بيوصل العنوان وبيطلع في أوضة في فندق وبيخبط على الباب وفي راجل بيرد عليه، فكيني بيقول له ان هو دليفري، فالراجل ما بيرضاش يفتح له. فالناس المجهولين دول بيبعتوا رسالة تانية لكيني وبيقولوا له قول للراجل انك تبع مندي. فالراجل اول ما بيسمع كده بيفتح له على طول، فاول ما بيفتح بيسأله بيقول له ايه اللي في العلبة دي وفين مندي. فكيني بيبدأ يفهمه ان